نأخذ المثال اللوحة التي بعده. تنبيه ثالث: يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان. ننتبه إلى هذا الأمر. قلنا صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة بشرط أن تقع بين متحركين. هذه القاعدة على رواية حفص عن عاصم تنطبق على ماذا؟ تنطبق على القرآن الكريم كله من الجلدة إلى الجلدة، إلا كلمتان لا تنطبق عليها هذه القاعدة، فيها استثناء. لماذا؟ لأن القراءة مبنية على الرواية، ليست مبنية على بناء القواعد. فحفص هكذا روى عن عاصم، هذه القاعدة متحققة في روايته عن عاصم بكل القرآن إلا في كلمتين. الكلمة الأولى لم يتحقق فيها الشرط وفيها صلة، والكلمة الثانية تحقق فيها الشرط ولا صلة فيها. إذن واحدة اختل فيها الشرط ومع ذلك رواها حفص موصولة، والثانية تحقق فيها الشرط وقعت الهاء بين متحركين لكن حفصا عن عاصم رواها غير موصولة. أما الكلمة التي اختل فيها الشرط فهي قوله تعالى في سورة الفرقان: ويخلد فيه مهانا. فيه قلنا منذ قليل عن لا ريب فيه هدى للمتقين في مطلع البقرة، قلنا اختل الشرط لأن ما قبل الهاء ساكن، وهنا أيضا في الفرقان اختل الشرط وما قبل الهاء ساكن، لكن حفصا رحمه الله هكذا رواه عن شيخه: ويخلد فيه مهانا. قيل من حيث المعنى أنه رويت بالصلة للتأكيد على هذا المعنى، أنه فيه مهانا لتأكيد الخلود، نسأل الله العافية لنا ولكم في العذاب المهين، نسأل الله العافية. فهذه الهاء قبلها ساكن وبعدها متحرك، ومع ذلك حفص رحمه الله رواها موصولة. فعندما نصل إليها في القرآن برواية حفص عن عاصم نقول: ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا، فنشبع الكسرة حتى يتولد منها ياء لفظية، مع أن القاعدة لم تتحقق رواية. أما الكلمة التي تحققت فيها القاعدة ولا صلة فيها فهي قوله تعالى في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم، ضاه لكم، لاحظوا يرضه هذه هاء ضمير ومضمومة وقبلها مفتوح، يرضه لكم وبعدها مفتوح، قبل مفتوح وبعد مفتوح، يعني وقعت بين متحركين. ومع ذلك فإن حفصا رواها من غير إشباع. وإن تشكروا يرضه لكم، لو أشبعنا لقلنا يرضه لكم هو لكم. نرى ذلك على اللوحة. التنبيه الثالث: يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان. الأولى لم تنطبق عليها القاعدة. لماذا؟ نرى على اللوحة: لسكون ما قبل الهاء، وفيها صلة وهي ويخلد فيه مهانا في الآية 69 من سورة الفرقان. إذن هكذا صواب نطق هذه الآية: ويخلد فيه مهانا. أرأيتم إلى الهاء التي لوناها لكم باللون الأحمر، وهي ياء مقلوبة مردودة إلى الخلف ومفصولة عن الخط، لأنها زادها علماؤنا على الخط النبوي. الكلمة الثانية هي انطبقت عليها القاعدة لوقوع الهاء بين متحركين ومع ذلك لا صلة فيها، وهي يرضه لكم. لاحظوا بأن الهاء وهي هاء الضمير قبلها متحرك وبعدها متحرك، والآية في سورة الزمر في الآية 7. مع ذلك رواها حفص هكذا: يرضه لكم، من غير تطويل لزمن ضمة الهاء.